ناس بتقول إن أسوأ حاجة ممكن تحصل للعروسة إنها تتساب يوم فرحها، بس اللي حصل لي كان أسوأ بكتير، لأن قبل ما المأذون يكتب الكتاب بدقيقة وصلت لي رسالة خلتني أشك في الراجل اللي كنت هتجوزه. أنا اسمي ليلى، وفي الليلة دي كنت واقفة بفستان الفرح. القاعة كلها مليانة ناس، ضحك وزغاريط وأغاني، وأنا كنت فاكرة إن دي أسعد ليلة في عمري. وفجأة باب القاعة اتفتح، دخل راجل كبير في السن، وشه كان هادي بس نظراته كانت مخيفة. قرب مني ومد إيده بظرف أبيض وقال جملة واحدة: لو بتحبي تعرفي الحقيقة افتحي الظرف قبل ما تقولي موافقة. ومشي ولا بص وراه. وقفت مكاني مش قادرة أتحرك، كل الناس كانت مشغولة ولا حد أخد باله من اللي حصل. بصيت للظرف وكان اسمي مكتوب عليه بخط إيد. فتحت ولقيت صورة قديمة. الصورة دي أنا فاكراها كويس، كانت من 10 سنين. على ظهر الصورة كان مكتوب: اسألي آدم ليه بعتلك أول رسالة حب باسم واحد تاني. حسيت إن قلبي وقع. إزاي؟ مين يعرف حكاية الرسائل؟ الرسائل دي محدش في الدنيا يعرف عنها حاجة غيري وصاحبها. رفعت عيني وبصيت لآدم، كان بيضحك مع أصحابه، لكن أول ما لمح الصورة في إيدي ابتسامته اختفت وتغير لون وشه. وفي اللحظة دي عرفت إن اللي مكتوب في الرسالة مش كذب، لكن السؤال كان: مين بعت الرسالة؟ وإيه السر اللي آدم مخبيه عني من 10 سنين؟